السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قصة أهل الكهف هي قصة مليئة بالعجائب والمعجزات، وهي قصة تبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين وينجيهم من كل شر، وتعلمنا أن الإيمان بالله هو أقوى سلاح يمكن أن يمتلكه الإنسان في مواجهة الظلم والفساد، وهي قصة ترسخ في نفوسنا قيمة الصبر والثقة بالله، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونحن في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم تفاصيل قصة أهل الكهف، وما هي الأسباب التي دفعتهم إلى الدخول في الكهف، وكيف حافظ الله على حالتهم الطبيعية لأكثر من 300 سنة، وما هو رد فعلهم عندما استيقظوا من نومهم الطويل، وما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذه القصة المباركة. كان هناك قرية يحكمها ملك ظالم كافر، وضل أهلها عن الصراط المستقيم، فعبدوا آلهة مزعومة واستبسلوا في الدفاع عنها، وآذوا كل من يخالفهم ويكفر بهم. ومع ذلك فقد حفظ الله دينه، إذ ظهرت فئه قليلة من الشباب الذين وقفوا في وجه الطغيان وأنكروا الكفر، وطلب هؤلاء الفتية من أهل قريتهم إثبات صحة قولهم وزعمهم، ولكن دون فائدة، فقرروا الفرار بدينهم والنجاة بأنفسهم واللجوء إلى مكان آمن يتعبد الله فيه، ولحق بهم كلبهم، فألهمهم الله عز وجل اللجوء إلى الكهف، حيث سينشر لهم رحمته فيه ويكون سببا لنجاتهم. كان الكهف يتمتع بموقع محمي من أشعة الشمس، حيث يقع بابه على الجهة الشمالية. جلس الفتية في الكهف، وجلس كلبهم على بابه ليحرسهم، وهنا وقعت آية من آيات الله عز وجل، فقد نام الفتية نوما عميقا، وكذلك كلبهم، ولكن ليس نوما طبيعيا بضع ساعات، بل عددا من السنين. وخلال نومهم رعاهم الله تعالى وقلبهم على جانبيهم ليحافظ على أجسادهم ولا يتضرروا من العوامل الخارجية، ولبثوا فيه لمدة أكثر من 300 عام، بينما كان كلبهم يحرسهم، وإذا نظر إليهم أحد يبدو له كأنهم ما زالوا على قيد الحياة. وبعد انقضاء هذه المدة الطويلة استيقظ الفتية من نومهم، وأخذوا يسألون بعضهم البعض كم لبثوا نائمين، فقالوا يوما أو بعض يوم، ولم يشعروا بطول المدة. أحس الفتية بالجوع، فاختاروا واحدا منهم ليذهب إلى المدينة لإحضار الطعام، وأوصوه بالحذر الشديد والتخفي قدر الإمكان. فلما ذهب فوجئ بما رآه، فالمدينة قد تغيرت، وكذلك الناس واللباس، فقد أهلك الله من سبق وأبدلهم بأناس مؤمنين وحاكم صالح. فاشترى الطعام من أحد الباعة ودفع إليه بالنقود، فتعجب البائع من لباسه الغريب ومن شكل النقود، فهي ليست نقودهم، فذهب به إلى السلطان. كشف الله عز وجل للناس أمرهم وقصتهم، وجعلها آية دالة على وجوده وقدرته على البعث وإحياء الموتى، ففرح الناس بهؤلاء الفتية المؤمنين، فقرر الملك والناس الذهاب معه لرؤية الكهف وبقية الفتية، ولكن حكمة الله اقتضت أن أمات الفتية جميعهم في تلك اللحظة، فاختلف الناس في أمرهم وماذا يصنعون بهم، فاستقر الأمر على أن يبنوا فوقهم مسجدا تكريما واحتراما لهم. وبقيت هذه القصة لتذكر الناس بقدرة الله على إحياء الأموات وبعثهم في يوم القيامة، وإن من يأوي إلى الله تعالى فإنه يأويه ويلطف به، فالله تعالى قد لطف بهؤلاء الفتية فجعلهم ينامون هذه النومة الطويلة، فحفظ عليهم إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم، وجعل استيقاظهم من هذه النومة آية من آياته الدالة على كمال قدرته. باينت آراء الباحثين وعلماء الآثار في تحديد موقع الكهف الذي لجأ إليه الفتية، وحاولوا بذلك تحديد مكانه، ووفقا لدراسات عدة فإن بعضها يشير إلى أن الموقع هو تركيا، بينما يذكر البعض الآخر أنه في سوريا أو اليمن، وتشير دراسات أخرى إلى أنه موجود في الأردن. ويتوقع كثير من الباحثين أن الكهف المذكور في القرآن الكريم يقع في كهف الرقيم الذي يوجد في قرية تسمى الرجيب بالقرب من منطقة سحاب جنوب العاصمة الأردنية عمان، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى وجود مسجد تم بناؤه فوق الكهف كما هو مذكور في القرآن الكريم، ومن ثم يعتبر كهف الرقيم موقع الكهف المشار إليه في القرآن الكريم.
لم يذكر القرآن عدد الفتية في قصة أصحاب الكهف، ولكنه ذكر ما كان يتداوله الناس حينها عن عددهم، فقد قال بعضهم إنهم كانوا 3 ورابعهم كان كلبهم، وقال آخرون إنهم كانوا 5 وسادسهم كان كلبهم، وأيضا قال بعضهم إنهم كانوا 7 وثامنهم كان كلبهم. وفي هذا الصدد خاطب الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالقول للناس إنما هو الوحيد العالم بعددهم، وأن القليل فقط من خلقه يعلم عددهم بالضبط كما ذكر في القرآن الكريم. ويذكر الطبري في تفسيره نقلا عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أنه كان من أولئك القليل الذين استثنى الله عليهم الذين يعرفون العدد، وأن عددهم كان 7 وثامنهم كان كلبهم. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.